سنين وحنا متفقين ان دوزين في رمضان المستوى ديالها طايح بزاف، ولكن هاد العام راه حشومه. هاد الرداء اللي وصلتوا ليها راه خاصكم عليها محاسبه كبيره. راه العائلات المغربيه كاملين كيخلصوا ضريبه شهريه للقنوات الوطنيه باش يشوفوا على الاقل شي حاجه متوسطه المستوى في رمضان، ولكن نتوما عام على عام كطيحوا النيفو، توصلتوا لهاد الشوهه. احنا عارفين ان بيناتكم كتحسبوا النجاح بنسبة المشاهدات، وهذا اكبر غلط كديروه، حيت الا فكرتوا غير شوية غتعرفوا باللي مستوى المشاهدات طالع في رمضان. السبب ديالو هو جوج ديال الحاجات. اولا مغاربة المهجر اللي كيلقاو متنفس وحيد باش يتقربوا من البلاد هو هاد القنوات، وما لقاو لكم جاد باش يبدلوكم. وثانيا الثقافة المغربية اللي ولفنا بها أننا كل رمضان وقت الفطور كنتجمعوا قدام التلفازة ونتسناو ونشوفوا أش من جديد غتعطيونا. يعني ما تحسبوش عدد المشاهدات معيار النجاح، خصوصا في رمضان. كتخليو الشباب الطموح اللي باغي يعطينا منتوج في المستوى، كتمشيو تدوروا ميزانية رمضان على نفس المخرجين، كل عام يشدها واحد باش في الاخر يطلع لنا فيلم كوميدي اللي آخر حاجة يقدر يديرها هي يضحك المغاربة. ولكن كل عام كنلقاو نفس الرداءة في التلفازة، وغير ما كتزيد كتخليو ناس معاهد المسرح والسينما وكتجيبوا لنا ناس من الانستغرام. السؤال هو شكون كيحاسب هاد الناس؟ طبيعة الحال تا واحد. داكشي علاش العام الجاي واللي وراه نفس الهضرة غنعاودوها. تهلاو.